الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. يا ترى هنحرم منين؟ عرفنا أنواع الأنساك اللي هنحرم بيها. طب هنحرم من البيت ولا من الطيارة؟ نحرم من البيت لقول الإمام أبو حنيفة أنه يجوز الإحرام من ضغيرة الأهل، ونجدد النية عند الميقات. طب نعمل إيه من البيت؟ نصلي ركعتين، نقول في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والتانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، وإحنا قاعدين نسلم يمين ويسار، وبعدين نقول لبيك اللهم. ده النسك اللي احنا هنطلع بيه بقى. غالبا اللي طالع بدري طالع متمتع زي ما اتفقنا، يبقى نقول لبيك اللهم بعمرة لنفسي واسكت، اوعوا تقولوا حاجة تانية غير كده. طب ممكن اقول يا دكتورة لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الى الحج؟ يجوز. ونلبي 3 مرات انعقد الإحرام، نطلع هناك نروح الطيارة عند الميقات يقولوا لنا هنا الميقات، نعيد نفس اللي قلناه، لبيك اللهم بعمرة لنفسي أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. بكده ونلبي 3 مرات انعقد الإحرام. في حد يقول لي أنا نمت في الطيارة ونسيت وما خدتش بالي، أعمل إيه؟ باظ عليا الإحرام. لأنه اللي يسيب الإحرام من غير ما يحرم عليه ذبح الهدي. لا، هقول لك مفاجأة يمكن أول مرة تسمعها. لما تنزل مطار جدة، أرض جدة أرض ميقات، احرم من هناك حتى وإن كانوا نسيوك، حتى وإن كانوا سابوك، احنا معاك، مش ناسيينك ومش هنسيبك. وعشان كده بنعلمك كل حاجة دلوقتي، بنقول لك خلي بالك من الميقات، أو احرم الأول من البيت، وإن نسيت ده وده احرم من أرض جدة واحنا معاك، ونقطة ومن أول السطر.